صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم عملنا معاكم الكستر وطبقه تحت وطبقه الجيلي مع الفراوله، وهذا تحلاي ان شاء الله بعد الفطور. تابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا كل تفاصيل العمل. بسم الله وعلى بركه الله. اليوم بدنا نعمل تحليه زاكيه كتير. نحط لتر حليب، نحط 7 معالق سكر، هدول 7 معالق. بدنا نحط 5 معالق كستر، ندوب الكستر والسكر بعدين نرفعهم على النار. هلا بدنا نرفعهم على النار، نضلنا نحرك فيه لما يتقل الخليط. هيك بلش يتقل الخليط. هلا بس يصير يطلع فقاعات بنقيمه عن النار، بكون تقل. هيك تقل الخليط. هلا دقيقة وبقيمه عن النار. هلا بدنا نسكب في الزبادي، بعدين بنحضر الطبقة الثانية. هي خلصنا كل كمية الكستر. هلا بدنا نحضر للطبقة الثانية. بس يجمع ويبرد الخليط هذا الكستر. بدنا نعمل الخلطة الثانية. هلا بدنا نعمل الطبقة الثانية. حطينا 6 معالق سكر. بدنا نعمل 3 باكيتات جيلي. بنحط لكل كيس جيلي فنجانين مي سخنة بتغلي. ذوب السكر بالمي لأنه الفراولة مش حلوة والجيلي مش حلو، فلازم نحط له سكر. هيك بعد ما داب السكر نحط 3 أكياس من الجيلي. بندوب الجيلي، بنضل نحرك فيه لما يذوب الجيلي. لما نتأكد انه ذاب الجيلي فراولة فوق الجيلي.
بدنا نحط هلا الطبقة الثانية. أنا طبعا الفراولة قبل ما أبلش كنت غسلاها ومقطعاها ومجهزاها عشان ما أطول عليكم الفيديو. خلصنا كل كمية الجيلي، وبس يبرد هلا الكستر والجيلي مع بعض، وبس يبرد هلا بنحطه بالثلاجة. بنطلعه إن شاء الله بعد ساعة بكون جامد، لأنه هذا جيلي نباتي. وهي خلص الحلو اللي عملناه معاكم، اللي هو طبقة كستر وطبقة جيلي، والجيلي عليه فراولة. وإن شاء الله يكون عجبكم، وما تنسونا باللايك والاشتراك، وتدعمونا باللايك لأنه اللايك كتير مهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.